بسم الله الرحمن الرحيم. الفيديو بتاعي ده مليان حاجات كتير قوي هتعجبكم. هوريكم لما رحنا العزبة، وهوريكم وانا بشتغل في المطبخ. طبعا شفت البوتاجاز وهو نضيف وبعمل الشاي ده بعد ما خلصت اللي انتوا شايفينه ده. شوفوا المطبخ عامل ازاي. المطبخ ما بتعملش كده لوحده، ما بقاش نضيف كده لوحده، بيبقى فيه شغل جامد كده زي ما انتوا شايفين. الناس اللي بتفكر، الرجاله بالذات يعني، اللي بيفكروا من الست ما بتعملش حاجه. ده قرنبيط، وكنت قليت شويه ولسه شويه، ما قليتش شويه الباقي ليه عشان عايزاه اقليه سخن لما يجوا. عملت شويه على قد الموجود. واغسل مواعين. طبعا مواعين كتير قوي، كوبايه البن زي ما انتوا شايفين، كوبايه الشاي، حاجات كتير قوي. بودي كل حاجه مكانها، الزيت مكانه وده مكانه وده مكانه، وبعدين الم المواعين في الحوض وبوش اللي ينفع يتبوش واركنه على جنب، اللي يتركن على جنب واللي ما يتركنش على جنب بحطه قدامي عادي يعني. اللي محطش لايك يحط، يا ريت اللي يحط لايك يعمل لي تعليق. والناس اللي بتقول لي انت ما نزلتش فيديو بقالك فتره، بجد انا مبسوطه ان هم مهتمين بيا واخدين بالهم ان انا ما نزلتش فيديو بقالي كتير. والله مش عارفه، ما نزلتش الفيديو، ما كنتش فاضيه بقالي فتره طويله كده، مشغوله، مش عارفه مشغوله بايه، مشغوليات الحياه العاديه والله. بس فيه مشغوليات، وساعات ما بقاليش نفس، بحس ان انا بعمل فيديو واتنين وتلاته وبتعب فيه ومفيش حد اللايكات ما بتبقاش كتير زي ما انا عايزه. التعليقات برضو، فياريت تدعموني باللايك والتعليق الحلو، الحاجات دي بتفرق معايا كتير والله زي ما انتوا شايفين كده. وفي ناس قالت لي برضو، طلبت مني قالت لي اليوميات بتاعتك يا ريت تصورها لنا نحب نشوف ونتعلم من بعض. في ناس بتعجبها قوي اليوميات بتاعتي. هو والله عادي، ده انا بادئه بعد الغدا، دي مواعين بعد الغدا. ده البراد طبعا اللي بنستعمله كتير في الشتاء، شاي وبن كل شويه، ساعات نزهق نعمل حلبة وينسون. والفيديو ده برضو عامله فيه فشار، وعامله فيه حاجات كتير قوي هتعجبكم. تابعوا الفيديو الاخر هيعجبكم، بس ما تنسوش بامانه، ما تنسوش اللايك والتعليقات عشان احس ان انتم متفاعلين معايا. ده الشاي، بعد ما خلصت المطبخ عملت شاي. انا بستخدم شاي السلام، وده القرنفل عشان اوريكم القرنفل وقعت شويه. الشعب المصري دايما بيشرب شاي السلام ولبتون. والشاي التالت نوع ايه؟ في شاي تالت لورد. انا بحب شاي السلام، كل واحد تبع ما اتعود. وبحطه في قرنفل، احب نكهه القرنفل في الشاي، وفي ناس ما تحبش اي نكهه خالص كل واحد على حسب. ده فشار شكله جميل هو في الاول كده، ما تبقيش تكتري فشار في الحله، ولعت على اللبن برضو يتغلى. لما تحط فشار، اما تحط ذره فشار كتير في الحله، في شويه بيتعملوا وشويه ما بيتعملوش بيتحرقوا، فبحط شويه على القد. وتحط بعد ما تخلص حط عليه شويه ملح بس كده. وده لب، انا بحب اللب الصوبر، لب وفشار وشاي في الشتاء. الناس هتعمل ايه؟ واجيب لكم برضو مقطع واحنا في العزبه. احنا رحنا العزبه عند خالتي، وهنا عايزه تتصور ومش عارفه تتصور من محمد مزهقها. محمد قاعد يضايقها، هتعيط وهتجيلنا في الاخر. اللي بيحب الفيديوهات اللي من النوع ده يقول لي برضو، اجيب لكم بعض اجزاء. شوفوا محمد هيعمل فيها ايه في الاخر جاي وراه يزهقها برضو.